في دراسة اتعملت سنة 1998 في جامعة كولومبيا من دكتورة اسمها كلاوديا ام ميولر. الدراسة دي كانت ببساطة ان الدكتورة دي جابت تلاميذ كده في 5 ابتدائي وعملت عليهم اختبار ان هي اديتهم بازلز صعبة شوية مش اسهل حاجة، وقالت لهم ابتدوا حلوها. وفي الاخر اديتهم كلهم الدرجة النهائية، بس عملت كده حركة صايعة شوية. بكل بساطة قسمت الطلاب دول مجموعتين، نص منهم قالت لهم ان انا اديتكم الدرجه النهائيه علشان انتوا اشخاص موهوبين واذكياء جدا، والنص التاني قالت لهم انا اديتكم الدرجه النهائيه علشان انتوا اشتغلتوا كويس جدا حتى لو ما حلتوش البازل بس عملتوا اللي عليكم. وبعد ما خلصت اول راوند كده من التجربه دي ادت لكل الطلاب دول كمان 3 انواع من البازلز، نوع سهل ونوع متوسط ونوع صعب، وبدات تلاحظ رد فعل الطلاب دول على البازلز اللي هي اديتها لهم. بس قبل ما اكمل وقف كده الفيديو واكتب لي تحت في الكومنتس تفتكر انهي نص من الطلاب قدر ان هو يعمل احسن، النص اللي اتقال له ان هم اصلا اذكياء، ولا النص اللي اتقال له ان هم اشتغلوا كويس وعملوا اللي عليهم وخدوا الدرجه النهائيه علشان بس عملوا اللي عليهم. الحقيقه ان الطلاب اللي اتقال لهم ان هم خدوا الدرجه النهائيه علشان هم اذكياء او علشان هم موهوبين نوعا ما، بدأ ان هم يحلوا البازلز السهله بس، يقضوا معظم الوقت اللي هم المفروض يقضوه على البازلز السهله بس. مش بس كده، دول كانوا كمان بيقضوا وقت اقل في حل البازلز عموما، وبدأوا ان هم يزهقوا من جواهم ويشوفوا ان الموضوع يعني مش الطف حاجه. ولما كانت الدكتوره بتسالهم بعد ما خلصوا التجربه يقول لهم ان لا احنا ما انبسطناش قوي في حل البازلز دي، مع ان بقى بالعكس الطلاب اللي اتقال لهم ان هم جابوا الدرجه النهائيه علشان هم عملوا اللي عليهم بدأوا يقضوا وقت اكتر في حل البازلز الصعبه، اصعب مستوى من مستويات البازلز، وبدأوا ان هم ياخدوا وقت اطول في ان هم اصلا يحلوا البازلز دي. ولما كمان في الاخر كانوا بيتسالوا التجربه دي كانت بالنسبه لكم ممتعه ولا ما انبسطتوش قوي، كانوا بيقولوا ان هم انبسطوا جدا وقضوا وقت رهيب. طيب نفهم ايه بقى من التجربه دي ومن كل اللي حصل ده؟ اللي عايز اوصله لك والعلماء وصلوا له من التجربه دي وتجارب تانية ان في قانون اسمه لوكاس اوف كنترول. الحقيقه انا مش عارف ترجمته بالعربي بالظبط هي ايه، بس هو فكرته ببساطه هي الدرجه اللي انت فاكر ان انت متحكم فيها في حياتك. والناس عامه نوعين، يا اما عندهم حاجه اسمها اكسترنال لوكاس اوف كنترول، ودي الناس اللي هم فاكرين ان كل حاجه بره ايديهم. وفي المثال الاولاني هم دول الناس اللي اتقال لهم ان هم جابوا الدرجه النهائيه علشان هم اذكياء. هم لما اتقال لهم كده بداوا يحسوا ان هم مالهمش اي تحكم في حياتهم، هم اصلا مولودين موهوبين ومولودين اذكياء وعلشان كده هم جابوا الدرجه النهائيه. فالنوعيه دي من الناس بيبتدوا يحسوا ان كل حاجه حواليهم ضدهم، وان اي حاجه بتحصل هم ملهمش درجه كبيره في التحكم فيها. والناس دي الحقيقه بيكونوا فاكرين ان نجاحهم او فشلهم بيكون معتمد على حاجات بره ايديهم اصلا، مع ان بقى المجموعه الثانيه بتاعت التلاميذ اللي اتقال لهم ان انتوا جبتوا الدرجه النهائيه علشان انتوا اشتغلتوا كويس عندهم حاجه اسمها internal locus of control. والناس دي عموما بيبقوا شايفين ان هم متحكمين بدرجه كبيره في النتائج اللي هيوصلوا لها، سواء بقى نتائج في الدراسه، في الشغل، في حياتهم، في علاقاتهم، في ايا كان الاسبكت اللي هم ماشيين بيه في حياتهم، فهم متحكمين بصوره كبيره جدا في النتائج بتاعته. الحقيقه ان كلنا بنبدا اي حاجه جديده بحماس كبير جدا، وبنبقى شايفين ان احنا نقدر نكسر الدنيا وان احنا نقدر نعمل حاجات خرافيه في وقت قياسي. بس خليني كده اسالك سؤال، كم مره بدات في حاجه وبعد شويه حسيت ان الموضوع اصعب بكتير مما انت كنت متخيل، وبدات كده تطلع حاجه لنفسك زي ان انت مش عارف تبدا منين، او الناس اللي نجحوا في الحاجه دي كان عندهم حد يساعدهم او كان عندهم حاجه معينه تساعدهم وانت ما عندكش، لان الموضوع انت شايفه مش في ايدك، فبدات ان انت الحجج اللي تقولها لنفسك دي تحسس نفسك ان انت مش متحكم في الموضوع. محدش فينا بيحب يحس انه فشل وان هو ما وصلش اللي هو عايزه بارادته، فبيبدا يحسس نفسه ان الفشل اللي هو وصل له ده دي حاجات بره ارادته، حاجات مش متحكم فيها، وحاجات هي كانت السبب انه فشل او انه ما كملش الحاجه اللي بداها من الاول. بس صدقني فعلا لما اقول لك ان الموضوع بنسبه كبيره في دماغك، انت اللي بتحسس نفسك اذا كنت متحكم في الحاجه دي هتقدر توصل لها ولا لا. يعني لو بدات مثلا حاجه جديده ومقتنع تماما ان نتيجه الحاجه دي معتمده واقفه عليك انت بس، واقفه على مجهودك وعلى قدرتك على ان انت تنجز الحاجه دي نفسها، هتبذل اقصى ما عندك علشان توصل للهدف اللي انت عايز توصله. بس اول ما تبدا تحس ان الموضوع بره ايدك هتبدا تلاقي لنفسك حجج تقولها علشان توقف الحاجه دي، اول ما تلاقي ان الموضوع بقى صعب شويه او مش سهل زي ما انت كنت متخيل. والحماس اللي كان عندك في الاول، حماس البدايات بقى اللي كان عندك في الاول، هيبدا يختفي ويروح واحده واحده. وصدقني اكبر حاجه انت محتاجها علشان يفضل عندك الحماس بتاع الاول ده خالص ان انت دايما تفضل مقتنع ان انت المتحكم في نتيجه الحاجه اللي انت بتعملها دي. والحقيقه انه سهل جدا تشوف وتعرف الفرق بين الناس
اللي فعلا عندهم تحمل المسؤوليه للحاجه اللي هم بيعملوها، والناس اللي بترمي كل حاجه على الظروف. تلاقي مثلا واحد كل ما يفشل في اي حاجه يقول لك يا عم اصل انا ما عنديش واسطه عشان اشتغل في المكان الفلاني، يا عم انا ما عنديش الحاجه اللي تساعدني ان انا اوصل للحاجه الفلانيه. بس صدقني الشخص اللي بيفضل يرمي كل حاجه على الظروف ويرمي كل حاجه على عوامل بره ايده، دايما هتلاقي عنده مشكله ان هو ما بيكملش اي حاجه في حياته. مع ان بقى الناس التانيه اللي متحمله المسؤوليه وشايفين ان الموضوع بايديهم هيفضل يسعى مره واثنين وثلاثه حتى لو هو كمان ما عندوش نفس الحاجات اللي الشخص التاني ده شايف ان الناس التانيه عندها، بس في الاخر هو نفسه متحمل المسؤوليه وشايف ان الموضوع بايده، وشايف ان هو كل ما بيسعى كل ما هيلاقي نتائج للي هو عايز يوصله. تعالى كده اقول لك على مثال تاني للناس اللي عندها internal locus of control دي علشان اوضح لك كده الصوره اكتر. تخيل معايا ان في واحد مش عارف ينام كويس وبيتاخر جدا في النوم ومش عارف يظبط مواعيد نوم، فدخل كده على النت وشاف ايه الحاجات اللي بتساعده ان هو يظبط نومه، فلقى ان هو لما يتعرض الصبح لشمس كفايه، ولما يبتدي ان هو مثلا يبطل كافيين قبل 3 4 ساعات من النوم، وان هو مثلا ما يقربش من السرير طول اليوم وما يجيلوش بس غير وقت النوم علشان يقدر ساعتها ينام. وفعلا عمل الحاجات دي واكتشف بعد كده ان نومه بدأ يظبط وان مواعيد نومه ظبطت بصوره كبيره جدا عن ما كان قبل كده. ساعتها هيحس ان هو اللي عمله ده هو اتحكم في الحاجه اللي هي كانت تعباه، هو اتحكم في فكره النوم اللي هي كانت مؤرقاه، فهيبدأ ساعتها يحس ايه ده، طب ما انا اللي عملته ده هو اللي خلاني انجح في الهدف اللي انا عايز اوصل له. فساعتها الشخص ده هيبقى عنده الانترنال لوكس اوف كنترول اللي بنتكلم عليه. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لي كده تحت في الكومنتس امتى اخر مره بدات حاجه وفي نص الطريق كده حسيت ان الظروف اصعب مما كنت انت متخيل. وشوف كمان الفيديو ده علشان تعرف لو انت عندك حاجه صعبه محتاج تخلصها ايه اسهل طريقه ان انت تضحك بيها على مخك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.